زي ما انتوا شايفين علم النادي الاهلي داخل مقر الفيفا في امريكا. طب احنا عملنا ايه عشان الوضع اللي احنا محطوطين فيه دوت، وعشان كاس العالم للانديه؟ جبنا مين؟ دعمنا بمين؟ عملنا ايه؟ كابتن محمود الخطيب ما عملش اي حاجه، بل بالعكس، حاجه غريبه جدا. احنا تخلينا عن 4 لعيبه، جبنا 3 لعيبه منهم 2 لعيبه اعاره. مين اللي مفهم الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي ومجلس الإدارة والتخطيط وكابتن أمير توفيق اللي احنا كده دعمنا؟ احنا كده سدينا الخانات، جبنا ناس مكان ناس، بل بالعكس كمان احنا بعنا جناح، ولا جبنا جناح، ولا جبنا ورك، ولا جبنا مهاجم، ولا جبنا أي حاجة خالص. كل سنة 3 مليار مكاسب، 4 مليار مكاسب، بنجيب لعيبه ما بنجيبش لعيبه. الناس اللي متداينه بين يوم وليله بيجيبوا لاعبين 3. احنا ولا عارفين نجيبوا جناح، ولا عارفين نجيبوا ورك، ولا عارفين نجيبوا مهاجم، ولا يعني بنسد خانات بس. فين كابتن محمود الخطيب؟ فين الراجل اللي متخصص في الصفقات اللي هو امير توفيق؟ الناس بتخلص من غير ما بنسمع لها، ولا شهر ولا شهرين ولا رايح ولا تقسيط ولا كلام. بيشوفوا لعيبه، وكمان بيجيبوا لعيبه ببلاش، وناس متداينه وعليها فلوس قد كده، واحنا المكاسب كل سنه قد كده ما بنشوفش اي حاجه. بنشوف اللي احنا ايه، هنتعاقدوا مع ده وفشلت، هنتعاقدوا مع ده وفشلت. ليه كده؟ انا مش عارف. هل البخل دوت هيفضل ماشي في اداره النادي الاهلي؟ الفلوس دي بتروح فين؟ بتروح على الشماسي؟ لا، الفلوس دي بتجيلك من الكوره، يبقى تحطها في الكوره، لان الجماهير مش هتسكت، وعايزه جناح، وعايزه خط وسط، وعايزين مهاجم. كل دوت لان احنا عندنا كاس عالم، وعندنا كاس قارات، وعندنا بطولات كتيره. الزمالك ده عنده كونفدراليه وبيجيب كل الصفقات ديت، وبيجيبها ببلاش ومتداين. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لازم اداره النادي الاهلي تفوق من اللي هي فيه.